فيها بقى. خلينا نروح لمين بقى؟ لهيام عبيد دي بقى. ريهام سعيد. تمام؟ تمام. مبدئيا المرة اللي فاتت وصل الموضوع اللي أنا فتحته المرة اللي فاتت عن إنها سرقت أفكار شابة تانية ببرنامج، والكلام ده كله نزل على المواقع، وكان أقل تحميلات ليه 600,000 و500,000 وحاجات زي كده، ما كان منها غير بطريقة ما وصلت للناس دي. انتوا ازاي تعملوا كده؟ راحت حذفة المقطع الخاص ببرنامج الوسط الفني، لكنه أنا بطمنك إن هو نازل في كل الاتجاهات. احنا لسه، وكانت نزلت في الصفحة الرئيسية في اليوتيوب من كم المشاهدات، وهم تيجوها زي ما هم حابين ان هم يكتبوا المسمى الخاص بيها. انا لا برفع حاجة على النت ولا اعرف القصة دي اساسا، ولا بدخل ولا اتفرج ولا في دماغي اساسا، ولا بتفرج على نفسي في الاعادة، عشان انا مش مذيع بقولها لكم كتير ولا اعلامي. سيبنا لك انت ايه الاعلام. تمام. بعد ما حذفت، ومفيش حقيقة بتتحذف عشان تبقوا عارفين يعني، طلعت وعايز اقول لكم ادي المسح. قال لك هذا الفيديو تم حذفه يعني صاحب التشانل نفسه اتضغط عليه، والتشانل كلها راحت مقفولة بعد ما نزل يتحمل بالالاف المؤلفة. طلعت في برنامجها مبدئيا البني ادم دايما زي ما بيقولوا كده بيصون العيش والملح زي ما بيقولوا يعني، بس هي ما عندهاش المعايير دي. سعد قوم برنامج، سعد الصغير قوم لها برنامج، ما كانتش تحلم بالبلوفايه دي تحصل في رمضان. ما كان منها هي اما بتطلب حكايه والقطاميه تحكي والمعرفش ايه كله اجباري، يعني سعد مش هيفضل طول العمر يعني يجامل الحكايه بالشكل ده. ممكن يبقى عنده ظروف، بيسافر بره مصر كتير، مجرد انه ما حقق لهاش مشوار من مشاوير الخير راحت جايه مدياله لطشه كده، بحكم ان هي طبعا بتصون العيش والملح. نروح نشوف قالت ايه ونرجع مره ثانيه. الحفل السنوي اللي احنا دايما بنعمله لاجراء اكتر من 200 عمليه عظم، والحقيقه مرة تانية الفنان أحمد السقا بحييك على إنك كنت موجود معانا، لأن اكتشفت يوم عملية العظم إن مش أي حد بيقدر يعمل اللي أنت عملته ده، مش أي حد يقدر يسيب شغله ويجي حفلة. الحقيقة إحنا كنا متفقين يوميها مع الفنان سعد الصغير إن هو يجي يحيي الحفلة، ولكن هو وافق وما جاش، واستنيناه كتير قوي. اشتغلت معاك يا سعد وسعدت جدا بالعمل معاك، وبشكرك جدا انك ما جيتش. سعد الصغير ده ما نامش 3 ايام بسبب موضوع سافر فيه الدكتور توفيق البلد ميت الكرمة من يوم الخميس قبل ما اطلع يوم الجمعة. كان ممكن يعمل حاجات كتير، وربنا يسهل في اللي جاي، لأن هيبسط ويمتع الشباب. 3 أيام فضل مطبق عشان الموضوع ده ما يحصلش، فراح واخد واحدة براوليه على الهوا إنه ما بيعملش خير. لو تعرفي هو بيعمل خير قد إيه، طالما أنت عاشرتيه واشتغلتي معاه ما كنتش عملتي دي عشان الناس يقولوا عليه شراني وما بيحبش يعمل خير. هو أصل الخير ما ربنا ما حددوش، اللي بتعمله ريهام سعيد. طيب راحت جايه بقى ايه؟ هي بتحب تعمل الحركات دي من زمان يعني، من زمان. في مثل بيقول لك، هقوله لان هو قبيح شويه بس هقوله بشياكه عشان انا ما بعرفش اخدش حياء المشاهدين، وده اللي مجنني في الفيديوهات اللي معايا اللي كل حاجه ليها اوانها. المهم يعني بيقول لك امتى يابا، واحد كده بيقول لابوه، بيقول له امتى يابا هينسوا اللي يعرفوني على الاصل يعني، امتى يابا هينسوا الناس دول اللي يعرفوني؟ قال له لما يموتوا تيت، وليكن هنحط في تيت دي لما يموتوا اللي يعرفوني انا كمان. كله على قديمه.
اتكلمت عليا وعشان كده جايب لها النهارده البدله اللي بتلمع، وان انا مش اعلامي ومعرفش ايه وحاجات زي كده واللي بيعملوا ازاي. هرد على حته ان انا مش اعلامي، بس خلينا نشوف كده وهي بتتكلم على البدله اللميع. ما سرقتهاش، ما خدتهاش من حد غصب عنه. مش لازم ماما تبقى خياطه عشان تعمل لي بدله بمواصفات انت بتحبيها. مش لازم حاجات كتير. باخدش، يعني مش لازم اخد فلوس ناس مش من حقي. ما بفتحش رقم تليفون اقول للمواهب الشابه يتصلوا بيا كل الناس اللي نفسها تطلع، وما بالك بالمرضى على الارقام اللي بتدخل فلوس كتير. صح ولا ايه الاخبار؟ خلينا نروح نشوف وهي بتلثن، او بالبلدي كده الناس البيئه اللي زينا كده، البيئه اللي ما بيعرفوش يحطوا رجل على رجل في القعده. لسنت عليا بالكلام وقالت ايه؟ في غير قنوات الرقص قنوات تانية مفتوحة بترقص برضو، بس بترقص بطريقة تانية. في دخلاء على الإعلام، ولا تلاقيهم متخرجين من إعلام ولا يعرفوا حاجة عن الإعلام ولا أي حاجة، لبسوا بس البدلة اللميع وطلعوا ردحوا على الهوا ويقول لك أنا إعلامي. كل الناس دي لازم تباد بقنواتها. تباد وبقنواتها. يعني الإيماء والإيحاء وصل للناس في الشرطة إنك أنت اللي بتحركي الدعوة القضائية، وإنك أنت بتأثري على المحكمة في حاجات، وكل الكلام ده كمان عايزة بإيدي القنوات. والبدلة اللميع تعباكي ليه كده؟ على الأقل هو نفس ما أنا ما رحتش عملت، ما بحبش أطلع والله العظيم، ما بسافرش أعمل بفلوس كده مش بتاعتي عمليات تجميل، ولا في فيديوهات كده ممكن حد يعني ايه يلاقي جسمي مبقع كده حتت زرقاء. ما بعرفش اعمل الكلام ده خالص. هو انا زي ما انا كده والظروف زي ما هي. وبعدين على فكرة لو الوصف ان انا مش اعلامي مش حاجة غريبة، بس انتي جيتي عليا وانا اعلامي قبلك زي ما الناس ما بيقولوا كده ومذيع ب4 5 سنين، وكنت بتقولي على السكر اوكر، بس كنت بتحاولي تخشي بطريقة أنا ما أعرفش أعملها، وأنا مش إعلام. ومش الجديد المرة دي إن أنا بقولها، لا أنا قلتها قبل كده وبدل المرة كتير. عايز أفكرك كده، أنا كنت بقولها قبل ما أنت تقوليها ولا تعلقي على أي حاجة. أنا مش مذيع والله العظيم، ولا إعلامي ولا الكلام ده. والله العظيم الظروف اللي خلت من شاب بيقعد حياته كلها في القهاوي وفي الأماكن العامة ومع الناس وما بيحبش الحاجات اللي بالكوا فيها، يطلع يقول البقين اللي انتوا عايزين تقولوه بس. لا واتقالت أكتر من مرة والحمد لله. لا بقابل أصحاب قنوات ولا مسكت شبشب لمدير محطة وقلت له اديك بالشبشب عشان انا ليا دعوة برئيس مجلس إدارة. واللي لو انا بردح فانا دي طبيعتي بره. ما احبش ابقى بني ادم مزيف، ما بحبش، ولا بحب اخد حاجة مش بتاعتي. ربنا حط جوايا كده. هنكمل الاسبوع اللي جاي. انا اخر حاجه، لاني انا مش هاخد المره دي العصفورة الفن ولا الشنطه. اسمح لي اخد كام تليفون يا استاذ حسين، ومعلش هاجل مع حضراتكم حتى الشنطه.